السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. وصفتنا اليوم كما كتشوفوا هي كيكه بالفواكه الجافه والشوكولات، كتجي رائعه. المقادير ديالها بساط ومتوفرين في كل بيت، وكتجي رائعه، كتجي ديال تحميره الوجه. كتجي خفيفه ومهويه، كتجي بهذا الشكل هكا. خليكم معايا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. بسم الله. عندي 3 البنانات كبار، وإلا كانوا صغار استعملوا 4. البنان اللي كيكون ولا بهذا الشكل هذا كيولي اللون ديالو كحل، ولكن راه باقي مزيان من الداخل، ما نضيعوش من طبيعة الحال. ندخلوه في الحلويات، ندخلوه في العصير، ندخلوه في اي حاجه، المهم هو ما يضيعش. عندي هنا هاد البنانات عندي كبار، الا كانوا صغار استعملوا 4 باش كتجي الكيكه مهويه وخفيفه وطالعه. غنمعكهم بهاد الشوكه شويه، عاد ندوزهم بالطراب. نمعكم بهاد الطريقه حتى يوليو طريفات صغار، ما يبقاوش كبار واحلين لينا في الطراب. غنحيد هاد الطريف هذا ديال القلب كما كتشوفوا ديال البنان كحل، غنحيدو. صافي هنا راه تخدموا مزيان. غنزيد المكونات الاخرين. عندي هنا كاس ما عامرش ديال السكر حبيبات. السكر ما نكتروش، البنان راه حلو على حسب الحلاوه، ولكن على حسب الذوق. اللي كيبغي الحلاوه ماشي مشكل يعمر الكاس. عندي هنا كاس ما عامرش ديال الزيت المائده العبار بالكاس العنبه. 5 البيضات متوسطين، الا كانوا كبار استعملوا غير 4، ولكن قد ما كترنا البيض كتجي الكيكه مهويه وكتجي طالعه، كتجي كبيره. عندي هنا رويس ديال الملحه تصحيح الذوق. سكر الفاني 3 ساشيات، قد ما كترناهم كيعطيو اللوغو زوين وكيهربوا لينا المذاق ديال البيض. بغيتو تستعملوا غير 2 كتافي بجوج، المهم 3 كيجيو هما هادوك. المقادير ديال هاد الكيكه راه مضبوطين وكتجي رائعه. صافي نخدمهم مزيان هنا بالبخاميكسو. كنطربوهم مزيان حتى يطلع لينا البيض ويبان لينا يبان لينا الخليط دا الكشكوشه. غنضيف المكونات الاخرين. عندي هنا كاس تاع الحليب، الا بغيتو تعوضوه بدانون عوضوه. قد ما خدمنا الكيك قد ما كيجي مزيان وكيجي طالع، ما كتجيناش كيكه صامطه. عندي 5 الكيسان ديال الدقيق مغربلين، غنخدمهم غير بالفوي. غنستعمل الدقيق تدريجيا، ما نخويهمش كاملين. وعندي 3 الخمارات، كنعتذر هنا ما تشدش ليا في التصوير. المهم 5 الكيسان كاملين و3 خمارات كما قلت لكم. واستعملت الفواكه الجافه، واستعملت الشوكولاط حبيبات الخاص بالكوكيز اللي ما كيذوبش في بالحراره، وطريفات ديال الشوكولاط. صافي هنا عندي هذا القالب غندهنو بالزبده، وغنفرش فيه القاغط ديال البابي كويسو. وممكن ديروا غير الدقيق.
مع غنستعملو اول مره خفتو السقليه صافي، وكنهز يدي الفوق هكا باش كتجي الكيكه مهويه وخفيفه. غنهبط هاد الشوي اللي بقى ليا ما نضيعوهش. والتزيين كيبقى اختياري، انا استعملت هنا شويه الكركاع، شويه البيستاج، الشوكولات الخاص بالحلويات، حبيبات ديال الكوكيز. كما قلت لكم راه ما كيذوبوش بالحراره، وانتم زينوا باش بغيتو. نستعمل هاد الطريقه هذه، كتجي الكيكه مشقه من الفوق وكتهوى. غنزيد طريفات ديال الشوكولات مقطعين من الفوق. هنا استعملت طريفات ديال الشوكولات مقطعين. الزين كيبقى اختياري، اللي عندكم استعملوه. صافي غندخلها للفرن وغنرجع معكم. الكيكه ديالنا طابات، كتجي بهذا الشكل. خليوها تتبرد شويه وترتاح، عاد نزول ليها هاد البابي كويسون. راه كيحافظ عليها، ما كيخليهاش تلصق مع الكيكه، خفيفه. حيدو غير بشويه باش ما تلصقش لينا فيه. ملي كتبرد الكيكه راه كنحيدوه بسهوله، ما كيعذبناش. صافي بقى لي غير هاد الطريف اللي في القاع غنحيدو. هاد النوع ديال الكيكات راه كيجي رائع، كتجي خفيفه. بعد ما بردات كنديرها في الطبق ديال التقديم، وكنخليها تتبرد شويه عاد نقطعها. وهذا الشكل النهائي ديال وصفتنا ديال اليوم، راه كتجي رائعه. صدقوني جربوها وردوا عليا بالصحه والراحه، وشكرا على المشاهده.